الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية. أهلا بك سيد أحمد. يعني كيف تعلق على مشروع القانون الذي ينظم المظاهرات؟ هذا القانون يؤكد على استمرار نفس نظام مبارك الاستبدادي، وجاء هذا القانون في صورة قانون أصدره نظام الدكتور محمد بديع أو الدكتور محمد مرسي وهو الرئيس الشرعي للبلاد كما جاء بانتخابات. هذا القانون يحاول أن يقف ضد الثورة القائمة بالفعل، وكانت حجتهم في إطلاق هذا القانون أن الثورة كانت سلمية تماما والآن هناك ممارسات غير سلمية، وهذا غير حقيقي بمنتهى البساطة. هذه الثورة تم إحراق فيها أكثر من 99 قسم شرطة، وتم إخراج أكثر من 21 ألف سجين من السجون، كان من ضمنهم السيد رئيس الجمهورية الآن الدكتور محمد مرسي الذي خرج من السجن أثناء 18 يوم الأولى من الثورة. بوضوح إعادة السلمية للمظاهرات، كون الفترة التي مرت على مصر يعني خلال الشهر المنصرم أو الأشهر التي مرت كانت كل المظاهرات يعني لا تخلو من عنف، لا تخلو من اعتداء على أقسام الشرطة، لا تخلو من اعتداء على الشرطة، وأيضا اعتداء على المتظاهرين، وبالتالي الترخيص بالمظاهرات قد ينظم عمل هذه المظاهرات حتى يعني تكون معروفة من يتظاهر، من يذهب إلى من أجل هدف آخر غير التظاهر السلمي. أنا أردت أن أؤكد في الأول أنه الثورة لم تكن سلمية 100% كما يزعم نظام الإخوان المسلمين، ثم هذه طبعا كلنا نؤيد السلمية وندعمها، وهي الطريق الأول لنا كثوار، ونحن لسنا من اقتحم السجون وأخرج رجاله منها كما فعل جماعة الإخوان المسلمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القانون هذا يحاول عرقلة خط سير الثورة القائمة الآن بحجة أنه يحافظ على السلمية، وهو يريد من الثوار تحديد موعد ومكان التظاهر أو الجهات المعارضة للحكومة التعامل مع هذا القانون الجديد. هذا القانون شأنه شأن حظر التجول الذي فرض في مدن القناة فلن ينفذ، شأنه شأن حظر التجول الذي فرضه نظام مبارك في 18 يوم الأولى من الثورة ولم ينفذ، شأنه شأن قانون الطوارئ الذي حاول مبارك أن يحكم به. كما قلت هذا استمرار نظام الاستبداد، ولن يجد طريقا عند الثوار. الثوار خارجون ضد نظام الدكتور مرسي لأنه فسد وقتل وسحل المتظاهرين عند باب قصره كما فعل مبارك من قبل، وهناك العديد من قضايا الفساد إذا تم تحويل التحقيق فيها، وهناك العديد من قضايا القتل إذا النائب العام قرر أن يحيل هذه القضايا للتحقيق بشكل حقيقي، وهو لن يفعل لأنه نائب عام خاص للسيد الرئيس وليس للشعب المصري وليس محاميا عن الشعب المصري. فهذا القانون مصيره مصير حظر التجوال الذي فرضه الدكتور مرسي في مدن القناة ولم ينفذ ولم تستجيب له جموع الشعب المصري. القانون لابد له من التوافق مع الشعب ومع إرادة الشعب. الآن هناك ثورة قائمة ضد النظام يحاول وقف هذه الثورة أو تعطيلها من خلال هذا القانون المشبوه. أحمد عبد رب، عضو مكتب شباب جبهة الإنقاذ الوطني وعضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، شكرا لك، تحدث لنا من القاهرة.